انا عندي حاجه تخليني اعرف ده 1 syllable ولا 2 syllables ولا 3 syllables ولا 4 syllables. ايه هما الفاولز. مين عارف الفاولز؟ A I O U والاي، وانا مستر مصطفى بحط حرف الواي ايه؟ رخام. تعرف ان مفيش كلمه في الانجليش ما فيهاش فاول؟ يلا اخترعوا كده اي كلمه حافظينها في الانجليش قولوها. ماوس. فيها 2. ها، يبقى انا لما اركز في ده هعرف اقرا اي كلمه مهما كانت. اي كلمه كات مات فات سيت ليت ميت هيت تيك لاف ميك براحتك، هتلاقي كلها فيها ايه. فلو انا لقيت كلمه مثلا فيها ايه بي سي دي ام، اعرف ان دي مش كلمه، دي اختصار لكلمه او اختصار لايه، لبعض الكلمات. مفيش كلمه ما فيهاش فاول. تعرف ان مفيش كلمه في الانجليش فيها اكتر من 3 كونسونانتس ورا بعض. اخترع، هات اي، مستحيل. دي اساسيات لازم نبقى عارفينها واحنا بنتعلم ايه انجليش. وانا دلوقتي بقول لك ان ال1 فاول بيعمل 1 syllable. يعني كات هاو ماني syllables 1. ليه؟ عشان فيها ايه 1 فاول. انا من شويه قلت لك كلمه كم، فاكرين؟ قلت لي ان هي 1 syllable صح، رغم ان هي فيها الاو بس كله كده والاي. طبعا، بس دي المشكله، هي هنا الاي اصلا مش بتتنطق، الاي سايلنت، يبقى 1 syllable. بس يا مستر برضه انت ضحكت علينا من شويه. ليه؟ قلت لي يا مستر ان كلمه تو داي، قلت لي ان هي 2 syllables رغم ان فيها الاو والاي والواي. ليه؟ عشان الاي والواي جم مع بعض فبتحسب 1 syllable.